ايه الفرق بين البلس ريت والهارت ريت؟ نبدأ بالهارت ريت، وده بيعبر عن عدد ضربات القلب خلال دقيقة. كلنا عارفين ان شغل القلب هو الانقباض والانبساط لضخ الدم واستقباله مرة تانية، فكل انقباضة وانبساطة مع بعض دي تعتبر هارت بيت. عدد الهارت بيتس دي في دقيقة هو ده الهارت ريت، والمفروض ان النورمال رينج للهارت ريت بيكون من 60 ل100. وبنعرف الهارت ريت عن طريق جهاز المونيتور أو عن طريق جهاز رسم القلب. بالنسبة للبلس ريت، وده بيعبر عن عدد النبضات الشريانية المحسوسة خلال دقيقة. الشرايين برضو بيكون فيها انقباض وانبساط نتيجة دفع الدم فيها بفعل قوة ضخ القلب، وفي الحالة دي بيكون اسمها بريشر ويفز اللي هي البلسز النبضات. وعدد البريشر ويفز دي في الدقيقة هو ده البلس ريت، وبنعرفه عن طريق اننا نعمل بالبيشن للشرايين زي الراديال ارتري والكاروتيد ارتري، او عن طريق البلس اوكسيمتر. كل اللي اتقال ده انت تقريبا تعرفه، ولكن السؤال دلوقتي اللي في دماغك، هل الهارت ريت بيساوي البلس ريت؟ هل هما الاتنين نفس الحاجة؟ ايوه، في معظم الحالات بيكونوا نفس الشيء، لان كل هارت بيت بيقابلها ارتيريال ويف، بيقابلها ارتيريال بلس. وقلت معظم الحالات مش كل الحالات، لان في حالات معينة بيكونوا فيها مش متساويين، زي حالات الاياف الاتريال فيبريليشن، وبيكون الهارت ريت اكبر من البلس ريت. وفي حالات الهارت فيلير فشل عضلة القلب، وبيكون برضو الهارت ريت اكبر من البلس ريت. وفي حالات الشوك نقص التروية الدموية للاعضاء، وبيكون الهارت ريت اكبر من البلس ريت. ولو مهتم تعرف ليه في الحالات دي بيكون الهارت ريت مش بيساوي البلس ريت، تابع الفيديوهات الجاية. وبس كده، سلام.